السلام عليكم، دائما مع الجديد. اليوم جبت لكم خبز المنفوخ ولا خبز الشاليمو، سموه كيما تبغوا. شوفوا للمنظر والمذاق، ما نحكي لكم ما شاء الله وصفة ناجحة 100%. لازم تجربوها، رمضان على الأبواب، لازم تجربي هذه الوصفة، تجي ما شاء الله بمقادير بسيطة والنتيجة ما شاء الله. وصفة ناجحة 100%. قولوا بسم الله. نروحوا المقادير وطريقة التحضير. أنا عندي دجاج بعد ما تبلته ليلة كاملة، درت له التوابل تاع الدجاج، الملح، فلفل أسود، فلفل عكري، الكركم، ثوم بودرة، شويه زيت، وخليته ليله كامله باش تجيكم البنه. ديروه ليله كامله. انا عندي حبه بصل بعد ما قطعتها رقيق كما راكم تشوفوا. المهم الدجاج تاعكم تبلوه ليله كامله باش تعطيكم البنه. هنا جبت مغرب بعد ما فيها شويه زيت، ودير داك الدجاج اللي قطعته مربعات، قلت لكم ليله كامله هو يترقد باش الدجاج تاعكم يجي بنين. ديروه يترقد ليله كامله. هنا شحر الدجاج تاعي شويه باش نضيف له ديك الحبه تاع البصل كما راكم تشوفوا. بعد ما شحرته دوكا نضيف ديك الحبه تاع البصل اللي قطعتها رقيق باش الحوش تاعنا يجينا بنين وما يجيناش ناشف. دوكا نقلوه مع الدجاج، مع سطر الدجاج داك البصل كما راكم تشوفوا، والبنه تجي ما شاء الله. هنا بعد ما يطيب لي الحشو نخليه يبرد باش نروحوا نحضروا العجينه ان شاء الله كما راكم تشوفوا. هنا العجينه عندي كاس سميد يكون رطب، وعندي 2 كيسان فرينه بعد ما غربلتهم. كاس سميد رطب، 2 كيسان فرينه قلت لكم بعد ما غربلتهم. هنا عندي مغرف كبيره زيت، هنا عندكم زيت الزيتون ديروا زيت زيتون، مغرف كبيره زيت. هنا نبسسها مليح داك السميد والفرينه، ديك المغرفه تاع الزيت نبسسوا الخليط تاعنا مليح بهذه الطريقه كما نخدموا المطلوع بهذه الطريقه. هنا نضيف مغرف كبيره تاع حليب بودره، عندي مغرف سكر، وعندي مغرف خميره الخبز. نخلطوا كاع النواشف باش نضيفوا الماء سخون، ما يكون دافي ماشي سخون. نعجنوا العجينه تاعنا كيما نعجنوا المطلوع، ما يكونش قاصح وما يكونش طري. بهذه الطريقه نعجنوا العجينه تاعنا. نضيف مغرف كبيره تاع خل باش يجينا الخبز تاعنا هشيش. انا عندي مغرف صغيره ملح، ونعجنوا العجينه تاعنا ونخلوها تخمر. قلت لكم ما تقصعوهاش وما تجروهاش كيما راكم تشوفوا. الكميه تبان لكم قليله بصح تخرج ما شاء الله. خبيزات انا دات لي 10 خبزات جاو ما شاء الله، ماشي كبار ماشي صغار كيما راكم تشوفوا. بعد ما عجنت العجينه تاعي شوفوا كيفاش تجي، ماشي قاصحه ماشي طريه. نخليها دوكا تخمر كيما راكم تشوفوا. بعد ما خمرت لي العجينه دوكا نخرج منها الهواء ونشكل الخبيزات نتاوعي. انا هنا وزنتهم درت له 60 غرام باش يجوني متقادين. عندكم الميزان ديروا، ما عندكوش ديروا عينكم ميزانكم. هنا المهم خرجت لي 10 حبات، 10 خبيزات ما شاء الله. اكلينا وشبعنا الحمد لله. هنا نوزن الخبيزات تاعي قلت لكم 60 غرام باش يجوني متساويين. العجينه راهي ما شاء الله طريه ولا اروع. اللي ما جربتش هذه الوصفه راكي عطيتي ما شاء الله، جات ولا اروع. جربيها، سيدنا رمضان على الابواب، زهي بها المائده وتفرحي بها العائله. هنا نحل الخبيزات كما راكم تشوفوا، ما يكونوش خشان ما يكونوش رقاق، يعني متوسطين باش تجينا الخبزه شويه ملحمه باش نديروا فيها الحشو وتجي ديك هي ما تحلناش ودرقوهاش بزاف كما راكم تشوفوا. ماشي خشين ماشي رقيق. بهذه الطريقه تنكمل كاع الكميه اللي عندي، نغطيهم ونخليهم واحد ربع ساعه هكذاك ولا اقل، ونسخنوا المقله تاعنا ونبدا نطيبوا الخبز تاعنا. هنا المهم يكون عندك الشاليمو. هذه الوصفه تبغي الشاليمو باش يقولوا لي الخبز المنفوخ ينفخه الشاليمو كما راكم تشوفوا. بعد ما خليتها ارتاحوا واحد 5 دقائق دوكا نحمل نسخن المقله تاعي باش نطيبوا الخبيزات ان شاء الله كما راكم تشوفوا. بعد ما سخنت المقله حطيت الخبيزات هنا قبل ما يحمروا، نشعل الشاليمو نبدا نساعدهم بالشاليمو كما راكم تشوفوا يتنفخوا ويدوا ديك التحميره يجوا ما شاء الله. قلت لكم هذه الوصفه ناجحه، جربوها ما تندموش، جات ما شاء الله ولا اروع. الخبز المنفوخ كما راكم تشوفوا لازم يكون عندكم الشاليمو، يدير ديك التحميره الشابه، يقعد الخبز المنفوخ ما يتفش ما يصرالو والو، يقعد حافظ على الشكل نتاعو كما راكم تشوفوا. المهم يكون عندكم الشاليمو. وصفه ما شاء الله. تنكمل الكميه كاع اللي عندي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، يجي مبلبط ما شاء الله كما راكم تشوفوا. قبل ما تحمر الخبز نتاعكم قلبوها ودات ديروا الشاليمو باش يتنفخ لكم الخبز تاعكم ويدي ديك التحميره. يعني وصفه سهله.
نستعفوه بالعقل حتى يتنفخ، ما تقلقوش عليه، غير بشويه بشويه حتى يتنفخ ويتحمر. ومعاه غير بالعقل كما راكم تشوفوا الخبيزات تاعنا تنفخوا، نعطيهم ديك التحميره ويكونوا واجدين ان شاء الله. وصفه ما شاء الله، كما راكم تشوفوا الخبيزات يجوا ما شاء الله منفوخين. بعد ما كملتهم خليتهم بردوا، دوكا نروحوا نديروهم الحشو. الحشو هنا عندي جبن طاري، استعمل جبن طاري كما راكم تشوفوا خبزات كيفاش جاو من داخل فارغين ما شاء الله، ويجوا خفاف والبنه ما شاء الله. كما قلت لكم انا عندي جبن طاري، عندي شويه سلطه طماطم والحشو تاع الدجاج، يجوا ما شاء الله خفاف اظراف. انا قلت لكم خرجت لي 10 خبزات. انا الحشو تاني جا بنين، يجي ما شاء الله. الدجاج كي تتبليه في الليل وطيبيه يجي ما شاء الله. كما راكم تشوفوا الخبيزات تاعنا شويه جبن سلطه طماطيش والحشو تاع الدجاج، حاجه خفيفه وظريفه وبنينه ما شاء الله، ما يتشدكش كاع الوقت. كما راكم تشوفوا حتى نكمل الخبيزات اللي عندي، ونتمنى تجربوا الوصفه وما تنسوني بشي تعليق زوين، وشاهينكم في الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا.